تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الخميس 20 يونيو من توقيف مواطن دنماركي يبلغ من العمر 32 سنة، مطلوب دولياً من قبل السلطات القضائية الدنماركية بتهمة القتل العمدي في إطار تصفية حسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات. وجاء توقيف المشتبه به في إطار التعاون الدولي في المجال الأمني والجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني المغربية لملاحقة المطلوبين دولياً في قضايا الجريمة العابرة للحدود. وتم توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، حيث أظهرت عملية التنقيط في قاعدة بيانات الأنتربول أنه مطلوب دولياً بأمر قبض صادر عن السلطات الدنماركية لتنفيذ عقوبة سجنية بتهمة القتل العمد في سياق تصفية حسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات. كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وجواز سفر ألماني مزور بحوزة المشتبه به. وتم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم تكليف مكتب أنتربول الرباط بإبلاغ نظيره في الدنمارك بواقعة التوقيف لبدء إجراءات التسليم.